ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كنت عايزه اتكلم في موضوع اللي حصل في فيصل ده، الصور المسيئه والهبل اللي حصل هناك ده. انا بس عندي سؤال للجماعه اللي بيصدقوا الاخوان المتأسلمين وبيمشوا وراهم ويتفرجوا عليهم ومش عارفه ايه. انت بتستفاد ايه لما بتتفرج عليهم وتعمل اللي هم بيطلبوه منك؟ بتستفاد ايه؟ ولا حاجه. انت اتحبست اهو، وهم قاعدين ولا في دماغهم مفكر ان هم هيطلعوك بطل. لا لا خالص. هما هيتاجروا بيك شويه، هيتاجروا باهلك شويه، وكفى الله المؤمنين شر القتال. خلاص انت هم قبضوا التمن وانت اتقبض عليك وهتتلسوع. طيب الباقيين بقى اللي بيمشوا وراهم ومفكرين ان اللي بره دول هم اللي وطنيين واللي قاعدين في بلدهم مطبلاتيه. انتوا يا جدعان عندكم مخ؟ يعني مخكم في انهي حته في جسمكم بالظبط؟ يعني المخ فين مركانه؟ يعني اللي هربانين بره وشغالين خدامين عند اللي مشغلينهم بره، وقاعدين في بلد فيها بلاوي بره ما يقدروش يتنفسوا فيها، دول اللي هيخافوا على بلدنا واحنا اللي مش هنخاف عليها؟ يعني انت لما تعمل صور موسيقى، الصور دي موجوده على الفيس بقالها كتير. انت متخيل كده ان انت عملت انجاز؟ ولا حاجه. جبت فلاشه وحطيتها في شاشه وشكرا على كده بس. ما عملتش حاجه. ايه الجديد؟ هل الصور دي حركت حد؟ لا، بل بالعكس، اللي بلغ عنك الناس اللي كانت واقفه. يعني اللي بلغ عنك الناس المصريين اللي كانوا واقفين، اللي ما عجبهمش الوضع. انت بقى استفدت ايه؟ اهم بقيت كبش فدا زي اللي قبل كده، زي اللي طلع في مظاهراتهم، زي اللي طلعوا معاهم في اي داهيه، بياخدوا على قفاهم، والخونه اللي بره هم اللي بيقبضوا التمن. انا ما اعرفش انت بتستفاد ايه من كده، ولا عملت ايه اصلا لنفسك عشان توصل لحاجة زي كده او تعمل حاجة زي كده. انت ضيعت نفسك وضيعت اهلك كمان. لان انت في نظرنا دلوقتي حتة خروف لو رحت ولا جيت، واحد بتنفذ الاوامر. يعني انت بتقنعني ان اللي بره عايزين لك المصلحة؟ ازاي؟ وفي واحد منهم، وانا اسفه اني بقول واحد لانه هو مش واحد بس مش هقدر اقول لفظ عشان ايه، المواقع اللي تبعهم وتبع آه، اللي تبع ولاد العم على رأيهم، بتقفل اي حاجة مسيئة ليهم طبعا عشان هم اخوات. الاخوان المتأسلمين واليهود اخوات وكلنا عارفين، وبي وبي وبينفذوا كل اوامرهم. يعني واحد منهم طلع قال، هدد مراتات الضباط، هدد المصريين، وقال نتمنى مصر تخرب، واي حاجه بتحصل، الازمه بتحصل في مصر قال الله اكبر احنا كان عندنا حق مين يالا؟ ده انت البلد اللي قاعد فيها خروف، مع الاعتذار للخروف يعني اللي انا حاطاه كمان. فيها بلاوي. يعني البلد اللي انت بتلقح فيها بلاوي، انت بتقدرش تتنفس. انت بتقدرش تتنفس ليه؟ لان دي شغلتك. واحد متشرد ومشرد في كل البلاد اللي هي بتشتريكم، تحط الجزم في بقكم ما تقدروش تتنفسوا خالص. بتاخد على قفاك يا معتز يا مطر ولا لا؟ محمد يا ناصر، محمد يا ناصر اللي بقيت شبه الشمامين، تاخد على قفاك ولا لا؟ ترتر اللي مالناش بنسمع له صوت ولا نباح. ايه شغلتك خلصت ولا ترتر؟ ها؟ ما عدتش ايه دورك خلص يا ترتر ولا ايه؟ طبعا مش هجيب مسيره محمد علي ان ده شمام، ما يلزمنيش في حاجه. واحلى حاجه ان انتم بتمشوا ورا شويه اوساخ. يعني المضحك ان انتوا بتمشوا ورا شويه خونه وعاملينهم مناضلين ووطنيين ومش عارفه ايه. ده غير طبعا عمرو واخد اللي واخد على طول. عمرو واخد اللي مفشل في التمثيل، والحمد لله انا بكرهه من اول ما ظهر على الشاشه. ومحدش يقول لي ده فنان عالمي. مين؟ انت لو سالت الممثله الاجنبيه اللي هي مثلت قدامه اقسم بالله ما هتعرفه.
بس واحد اهو، واحد مثل معاه عالمي مين عشان عمل فيلم وفيلم فاشل اساسا، تمشي ورا واحد زي ده؟ يا نهار اسود. انتوا مخكوا الصراحه يعني، اي حد بيتابع الاشكال دي او اي حد بيتابع اي معارض لمصر، اقسم بالله انتوا مخكوا مفيش. الخروف اللي قدامي ده اهو، الخروف اللي قدامي ده اهو، اللي هو حتى جماد ما بينطقش، لعبه، اقسم بالله بيفهم عنكم. انا مش عارفه اقول ايه بقى. اديك ضيعت نفسك علشان خاطر شويه خونه مالهمش اي 30 لازمه، بس انت تستاهل، لان انت بديت الفلوس عن نفسك وعن اهلك، فانت تستاهل اللي يحصل لك. واي حد يتسول له نفسه يعني انه يعمل حاجه زي كده او يسيء، طبيعي هيتجاب ويتقل منه. في اي بلد في العالم فيها مشاكل، مفيش حد بيطلع يعمل اللي انتوا بتعملوه ده. تنبحوا كتير، هريكوا كتير، كلامكوا كتير، ولا بتلزمونا في حاجه. والحمد لله بلدنا متامنه. مش هقول لك من الجيش بتاع المصري ورئيسها، لا لا لا، هقول لك من ربنا. ربنا ذكرها في القران. فمصر متامنه جدا ولله الحمد. هيطلع خروف بقى يقول لي يا لجنه، هقول لك طب يعني انا مش فاهمه لجنه ازاي وانا بكلمك بصوتي. بس ده شغلك، ده شغل. بتروح تقول مثلا ايه، ده انا قلت لفلان الفلانيه لجنه اتفضل اقبض، ده انا قلت لفلان الفلانيه انت بتطبلي اتفضل اقبض. دي شغلتكم. انا معذورين شويه لجان خرفانيه ملهاش اي 30 لازمه بتقبض يعني. لازم تشتغلوا بقى بدل ما انتم متلقحين كده. فيعني ربنا معاكم بقى، ربنا معاكم. انتوا كده كده خونه، فيعني يلا كويس ان انتوا بتلبسوا على طول طرح، ما بتهربوش الا بطرحه، ما بتهربوش الا بنقاب. ده كبركم. انما فيكوا راجل ما فيش، ما شفتش ولا هشوف. يلا في السلامه.